18 حاجة اوعي تنسيهم وانتي بتنضفي. يا اهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش انا فاطمة ودي قناة افكار. قبل اي حاجة هنجيب طبق كده ونحط فيه اي مسحوق عندك ويطلع رغوة كده زي ما انت شايفة كده. بس هتحطي معلقة واحدة بس او شوية صغيرين، احنا مش عايزين رغوة كتير. ويا اما هتجيبي فرد الشراب قديمة عندك مش لاقي فردتها التانية، او اي حاجة، اي فوطة او جلافز تنظيف زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة بقى لازم قبل اي حاجة تزعفي الشقة. في ناس كتير بتيجي تنظف وما بتزعفش الشقة، فلازم تعملي كده. تاني حاجة الفيش بتاعة الكهرباء، الكوبس يعني. تالت حاجة الباب بتاع الشقة او اوضة النوم او اوض الاطفال او كده يعني. رابع حاجة الشاشات او اي جهاز عندك هتغسليهم كده بكل سهولة. خامس حاجة النيش والاطباق بتاعت النيش وجوه النيش انا بغسلهم بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده. بكون في طبق ويكون في رغوة تانية وطبق فيه مية بس، وبنشفهم على فوطة. وطبعا ما ننساش الدلف بتاعت النيش، والنيش برضو من جوه ومن بره. الحاجة اللي بعد كده الحيطان. زي ما انتوا شايفين كده الحيطان عليها شخابيط قد كده، الاطفال احباب الله طبعا. انا بستخدم السفنجة السحرية في ان انا اشيلهم او اي صابونة او اي حاجة. ما ترهقيش نفسك، او حاولي اقولك حاجة، ادهني الحيطة ادهني الحيطة عشان احنا تعبنا خلاص. الحاجة اللي بعد كده آه، رجلين الكرسي او السفرة او الكنب او الانتريه او اي حاجة من الحاجات دي ما ننساهمش عشان يبقوا يفضلوا دايما نضاف. تامن حاجة بقى هتجيبي الفردة الشراب زي ما انت شايفة كده، وهتبليها في المية وهتمشي على الوزر بتاع الشقة كله. بجد الفكرة دي حلوة قوي. وبعد ما تخلصي ارمي الشراب يعني. جرارات الدواليب ما ننساهاش، انا كنت بنساها كتير. وزي ما انتم شايفين كده عشان ده دولاب الاطفال فمتبهدل خالص. وبرضو بنفس فردة الشراب وهنمسحها بقى زي ما انتم شايفين كده رجعت بتبرق. عاشر حاجة بقى ما ننساش لو انت عندك زرع او صناعي يعني او ورد صناعي، نغسله كده في البانيو. الحاجة اللي بعد كده ما تنسيش ظهر السرير، وبالذات لو انت عاملاه مبطن فدايما تبقى ايدك فيه على طول عشان هتلاقيه اتطرف في ثانية. الفكرة اللي بعد كده طبعا فوق التلاجة، فوق الدولاب، فوق المطبخ، كل الحاجات دي ما ننساهاش لانها بتكون تراب كتير. زي ما انتوا شايفين انا الحل السريع عندي والعملي جدا هو اني اجيب المناديل المبللة وامسح بيها كده وارمي على طول. زي ما انتوا شايفين كده قلت احط حاجة عليها، التانية ديت كانت قصيرة فديت نفعت معايا. الحاجة اللي بعد كده سلات الزبالة زي ما انتوا شايفين كده، دايما تبقى ايدك فيهم وما تنسيهمش عشان دايما برضو بيتنسوا. بشوية اريال وفرشة هتلاقيهم على طول بيلمعوا. الفكرة اللي بعد كده رقم 15 الأدراج، و دايما كده نضفيها وافرزيها اول باول عشان ما تلاقيهاش بتتراكم عليكي كده وبتكون حاجات رخمة كده ووحشة وما تعرفيش تمسحيها اصلا. الفكرة اللي بعد كده تحت الحوض او تحت القعدة، دايما تبقى ايديكي فيهم كده على طول ما تنسيهمش وانتي بتنضفي. انا بحب اغسلهم بسلكة المواعين زي ما انتوا شايفين كده، بتخليهم بتبرق وبتسهل عليا اي حاجة وبس كده. الفكرة بقى اللي بعد كده القاعدة بتاعة المروحة والمروحة نفسها والعمود بتاع المروحة، كل ده ما تنسيهوش عشان برضو دايما بيتنسوا. الفكرة اللي بعد كده الطبلوهات، البراويز، اي حاجة من الحاجات دي ما تنسيهاش. اخر حاجة بقى واهم حاجة لازم كل يوم ترطبي ايديكي عشان ما تنشفش. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، بحبكم كتير، سلام.